يسعد لي مساكم، يسعد لي أوقاتكم متابعيني وأصدقائي الحلوين. كيفكن جميعا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم. إن شاء الله يا رب دائما بتكونوا بخير وصحة وعافية. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. غبت عنكم امبارحة بس رجعت لكم اليوم بفيديو كتير حلو وإن شاء الله رح يكون على ذوقكم. فبتمنى منكم إذا كنتوا أول مرة عم تحضروا فيديوهاتي وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة، فضلا ليس أمرا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديدي. وحبايب قلبي الموجودين بالقناة بتمنى منكم ما تنسوني من لايك والتعليق. ربي يسعدكم جميعا. بداية خلونا نصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالبداية رح نحضر مع بعض أطيب وأسرع مناقيش ممكن تعملوها وتسوى ب5 دقايق، لا وكمان بدون عجين. فيلا تابعوا الفيديو حتى تعرفوا الطريقة. وكمان اليوم رح أخدكم مشوار كتير حلو رح سميها رحلة البحث عن الزيتون. قولتكم بالأخير وجدنا هالكنز ولا ما وجدناه؟ فيلا خلونا نحضر الفيديو مع بعض. وبما انه العيلة كلياتها مجتمعة والشباب مانهم بالشغل، قلت خليني احضر لهم وفطور مرتب، مع انه يعني هذا روتيننا ليوم السبت. ان شاء الله يا رب هيك ينزل الفيديو على الوقت. والله كنت هيك حابة اخد استراحة جمعة سبت احد، وقلت بنزلكم فيديو على يوم اثنين. بعدين ما بعرف قلت يلا بلا ما انقطع كل هذا الوقت عن القناة، اكيد رح يشتاقوا لي مثل ما انا اشتقت لكم ولا شلون؟ فقلت بما انه بدي اقوم واعمل هيك مناقيش سريعين ولذيذين، خليني شارككم بهذا الفيديو. ودائما بتطلبوا مني كل ما طلعتي هيك وتمشيتي صورينا اجواء الضياع، صورينا القرى الريف. فقلت يلا طالعة وطالعة خليني اعمل لهم فيديو ونزل لهم اياه اليوم. بس مثل ما قلت لكم ان شاء الله بقى ينزل على الوقت. فاول شي هون خلونا نبلش بتحضير المناقيش. مثل ما قلت لكم مناقيش سريعين لذيذين طرايا بشهوا القلب وبدون عجين. طبعا مثل ما لكم شايفين بخبز التورتيلا. عن جد صبايا على قد ما قلت لكم طيبين هدول المناقيش وبيطلعوا معاكم طرايا، وبالإضافة لهاد سريعين، يعني محتارين بالفطور ومجهزوا أطيب مناقيش بخبز التورتيلا. هلا أنا اليوم بدي أعمل المناقيش جبنة وزعتر ومحمرة أو فليفلة على حسب. الفليفلة أنا مجهزتها من قبل، شفتوا وقت اللي سويت المشاوي سويت كمية وحطيتهم بعلبة وبحطهم بالثلاجة. ايمت من جيت بدي اساوي قلت لكم ساندويشات او بدي اساوي آه اللهم صل على النبي، او حط منها على الفطور، او مثلا مثل اليوم هيك بتكون عندي متبلة وجاهزة. وكمان سويت الزعتر اللي استخدمته اليوم هو زعتر اخضر مع زيت زيتون حتى صار معي بهذا القوام. وكمان الجبنة اللي عندي هي جبنة حلوم بشرتها. وخلص هيك صاروا عندي الحشوات جاهزين. هلا انا بحب احط على الجبنة زعتر، بس الاولاد عندي ما بيحبوا الزعتر الاخضر، قالوا لي لا لا تحطي. كمان بامكانكم تضيفوا حبة بركة، كمان انا ما عندي ما ضفت. فاول شي شفتوا سويت جبنة سادة، وبعدين صرت ساوي محمرة وجبنة، واخر الشي رح ساوي الزعتر. مثل ما لكم شايفين يعني ما بدون شي ابدا ابدا، مجرد انكم تحطوهم على القلاية ما حطيت لا زيت ولا شي. وبتحطوا الحشوات اللي بدكم اياها، ما بتاخد معاكم يعني الوحدة اقل من دقيقة، بتكون متحمرة وما احلاها. هلا كمان بامكانكم تضيفوا جبنة موزاريلا على جبنة الحلوم حتى تعطيها هاي المطة. كمان بيصير عن جد يعني لما بتجوا بتاكلوها يعني شكلها وطعمتها كمان طيبين. شايفين شلون مجرد اني احطهم على القلاية ما ياخدوا معي كم ثانية، اقلبن على الجهة الثانية يكونوا مستويين. هلا يفضل بعد ما نخلص تحضير المناقيش انه غطيهم. هلا انا جهزت اول كمية وغطيتها بمنشفة لحتى المناقيش يبقوا طرايا وما ينشفوا معي. هلا انا بالعاده بساويهم على القلايه التيفال، بس هالمره جايبه خبز التورتيلا المقاس الكبير فاستخدمت هاي القلايه، وكمان عطى نفس النتيجه. شايفين ما احلاهم؟ والله كأنكم عم بتساووا مناقيش عالصاج.
هلأ هون صارت الكمية عندي كلياتها جاهزة. شفتوا شلون قلتلكن غطيتهم بمنشفة عشان يبقوا عندي طرايا. طلعت على الحديقة قلت خليني أقطف شوية بندورة كرزية وشوية نعناع، هيك بيطلعوا كتير طيبين مع المناقيش. هلأ هون جيت بدي أقطع المناقيش، قلت خليني أقطعهم ورتبهم بالصحن. بعدين لما طويتهم هيك لقيت شكلهم كتير حلو ومرتب، قلت يلا بلا ما أقطعون. وغير هيك الزعتر بتعرفوا انه رح يهرهر، قلت خليهم هيك مسكرين، كل واحد بيشيل المنقوشة تبعيته وبياكلها. شايفين ما أطراهن وما أحلاهن يعني. وخاصة الزعتر، شفتوا لما منساوي الفطاير العادية وبتكون العجينة تبعيتن سميكة، سبحان الله دائما فطاير الزعتر بيطلعوا معاكم ناشفين. بس هدول يعني بما انه ساويتن وغطيتن عن جد يعني طلعوا ما أحلاهن وما أطراهن. هلأ هيك رتبتهم بهذا الشكل وزينتهم بالبندورة الكرزية والنعناع، وصار فطورنا لليوم جاهز. عن جد صبايا هيك نصيحة مني، جربون وشوفوا ايش قدن هيك لذيذات وسريعات. فيديو اليوم شوي مختلف عن فيديوهاتي السابقة. بالعادة ببلش الفيديو بتحضير فنجان القهوة، بس مثل ما قلت لكم والله ما كنت ناوية اليوم صور هيك، كنت حابة اخذ استراحة كم يوم لحتى هيك ارجع لكم بنشاط وحيوية. بس يعني باخر لحظة غيرت رأيي. والله عملنا قهوة، حتى اليوم طلعنا شربنا قهوتنا بالحديقة. الشموسة كانت طالعة تقريبا على الساعة 10، ما أحلى الجو يعني. عن جد يعني الغرف كتير أبرد من برا. برا مو شمس بتلاقون أدفى، جوا الغرف صارت باردة، فشكلنا يعني ما مطولة تشغيل الدفاية. هلا هون خلصنا امورنا، ضبضبنا البيت، خلصنا فطور، جهزنا الاسبريسو تبعيتنا، ويلا ورانا مشوار. على قولة ابو احمد لازم نسميها رحلة البحث عن الكنز على قد ما دورنا على زيتون. تعالوا لأحكي لكم القصة من أولها لآخر تقصر معنا. اليوم وقت اللي كنا قاعدين عم نشرب قهوة الصبح، قلت له لابني إيش رأيك تروح تسأل الجارة، يعني اللي بيكون ساكن بالضياع هي أو حماتها، يعني أكيد عندهم أراضي عندهم زيتون، أو روح اسألها إنه منين أنتوا بتجيبوا الزيتون، يعني إنه بدنا نشتري زيتون وما عم نلاقي. قال لي هلا من هلا بدي اروح ادق عليها، اكيد نايمين، مع اني والله انا شفتها كانت عم تنشر غسيل تقريبا على الساعه 9. بس طبعا هو ما بده يروح، قال لي لبعد الظهر بروح لعندها. المهم ما راح. شوي شفت انه جوزها معبي شي بالسياره وماشي، يعني كلياتها سلات ولونه اخضر. قلت له لجوزي والله كأني الجيران معبين بالسياره زيتون. قلت له لابني قلت لك روح اسالها للمرأة. قال لي اصلا اخذت اولادها وراحت. قال لي اللي بالسيارة أنا شفته هذا عنب. قلت له منين العنب، يعني صارت الدنيا شتاء مستحيل يكون عنب. قال لي لا هذا عنب بدهم يساووه عصير. طبعا هو ابني عم يحكي من عنده. والله ونحن رايحين هيك قال لي جوزي إنه إيش رأيك نروح على الضيعة، يعني كل ضيعة إلا ما يكون فيها سوبر ماركت صغير، بقالة، أكيد الناس يعني بتقطف الزيتون وبتحطه هنيك يعني حتى نلاقي زيتون. وهو هيك بنطلع منغير جو وبنتسلى. وخاصة يعني بكرة إنه بالأرصاد يعني في مطر وعواصف وهيك، فما في طلعة. ايش رايكم نطلع اليوم؟ والله وعلى هذا الاساس يعني طلعنا، هو منغير جو وهو مندور على زيتون. الاتجاه نحو اليسار، ثم الاتجاه نحو اليسار. اليسار. ليش الشجر كله اصفر محروق ولا مش شمس؟ خريف كان هون منحرقة الأراضي. كأني في حريق. بلكي هن عم بحرقوا الأرض.
στο Άντρας νομίζω με το διπλοκάμινο με ελιές, ναι. Από πού φέρνετε ελιές, δεν βρίσκουμε, θέλουμε να αγοράσουμε αλλά δεν βρίσκουμε. Πράσινα, φρέσκα. Ναι, και εμείς δεν είμαστε σπίτι τώρα, γι' αυτό ρωτώ. Και το λάδι, εσείς τα κάνετε και είπες μου να πάει σπίτι να μου δείξεις τις ηλίες που έχετε, ναι. Εντάξει, οκ, επειδή ούτε Πάφο έχει, ούτε Λεμεσό έχει, είναι υβράν. Δεν ξέρω, να μας δείξεις και να ρωτήσω τη μάνα μου αν κάνουν ή όχι. Α, ναι. Εντάξει, οκ, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, bye. الجوزة هذا هنا احنا مقطفين بس ما بتعرف انه انت تسأل منين وتخبرنا. هلا قالت لي قبل بوقت قال ابوها كان عندهم بضيعة على المقطفين ايش قد وانه على كبار وهيك بس قلنا لا خبرنا انت بدكم او لا. ايه وباعوه؟ لا ما في قال. يعني خلص. الله تسأل جوزها وتخبرنا قال هي ما يعرف. هلا ونحن بالطريق كنت عم بحكي له لجوزي انه هيك شفت بسيارة الجيران معقول يكون زيتون. قام قال لي إيه لا تستغربي يعني. قام قال لنا ايش رايكم تدقوا لها يعني بتسالوها. فوالله يعني دقت لها بنتي واكيد يعني شفتوا ايش قالت لها. قالت لها انه يا ريت بس حاكين قبل بوقت انه ابوها عنده اراضي زيتون وحتى انه الزيتون يعني شفتوا انه قالت كبار بننزله على السوق. فشكلنا نحن والله أعلم يعني اتأخرنا لحتى دورنا على الزيتون مع أني والله من ايمت عم ندور يعني وما عم نلاقي. فيعني اللي كان بسيارة جوزها قالت له هو زيتون يعني بس قالت له انه انا والله طالعة من البيت يعني من الصبح بشوف اذا لسه بقيان ما عصروا يبقى بجيب لكم شوي او بسأله انه منين جابوا. وعلى فكرة يعني كل محل نفوت عليه يقولوا لنا انه ما تم زيتون يعني انه خلص الزيتون. فما بعرف يعني ايمت نزل الزيتون وشلون خلص بسرعة مع انه يعني احنا ما بيمر يومين ثلاثة الا منمر يعني على محل الخضرة. اذا ما رحت انا الا ما يلزمنا شي جوزي بيمر ويعني ما شفناه. وش قد صرنا عم ندور عليه الاسبوع الماضي النهار اللي جينا من ايطاليا يعني والله يمكن مثل هذا اليوم ما خلينا محل خضرة يعني المحلات هون تبعات الخضرة بتكون كبيرة إلا دورنا فيه الزيتون اللي نلاقيه يكون يعني تبع زيت أصلا كتير صغير وأسود ما بعرف ليش حاطينه بمحلات الخضرة. ولما نسأل يقولوا لنا إنه هذا الموجود وما بنعرف إذا بينزل كمان. بس اليوم يعني كل الميني ماركت اللي فتنا عليهم بالضياع نحن فتنا يمكن 3 أو 4 أي مكان نسأل فيه على الزيتون يقولوا لنا الزيتون خلص يعني. حتى في سوبر ماركت فتنا عليه هو هذا الوحيد اللي صورت فيه لما سألناها على الزيتون قالت إنه خلص. بس إنه إيش موجود عندها؟ موجود عندها الزيتون الأخضر نفسه يعني دقينه أو مكسرينه وما بعرف إذا حاطينه بمي عادية أو مي وملح وعارضينه هيك للبيع. وكمان قالت لنا إنه نزل زيت الزيتون الجديد إذا بتحبوا تاخدوه. حتى والله لقينا يعني السعر عندها أرخص من باقي المحلات بس قلنا لا إنه هلأ منا جايين نشتري زيت إنه بدنا زيتون. بس إيش شو المشكلة سعر مطربان الزيتون تقريبا فيه يعني كيلو ونص لأنه المطربان مانو كتير كبير ومانو مضغوط. هلأ صورت لكم إياه سعره 20 يورو. صراحة يعني كتير غالي لأنه واحد يشتري هالكمية بهذا السعر. بالعادة لما بنشتري الزيتون قلت لكم أنا السنة الماضية ما اشتريت السنة اللي قبلها يعني يا كيلو الزيتون ب2 يورو يا ب2 ونص يعني ممكن الواحد يدفع يعني ل5 يورو بالكيلو بس إنه 20 يورو إنه خلص يعني ما لنا نصيب السنة بهالزيتونات. كأنه في مدرسة. هذا السنتر مثل عنا اسمها بلاتيا. شو اسمها؟ بلاتيا. لاتيه. هاي ملعب هون بلان. والله في عندهم مشجعين كتير. وقف بجوا 10 عندنا رمان.
هلا ونحن عم نتمشى وصلنا لهي الضيعة تقريبا هون مثل السنتر مثل وسط الضيعة. قلنا خلينا نفوت ونشوف. لقينا محل كبير يعني صاير مثل قهوة مثل مطعم بنفس الوقت، وحتى فيه يعني شغلات عم يبيعوها. قلنا منفوت بنسأل. فتنا سألناهن قالوا لنا قبل بفترة انه فعلا اهالي الضيعة لما كانوا يقطفوا الزيتون يجيبوه يحطوه قدام هي القهوة ويبيعوه. الأشياء اللي موجودة حاليا جوا هي مثل بقوليات، مثل حتى في مخبز إنه عم يبيعوا فطاير وهيك شغلات. وهي كمان فيها كافيه. ليش بتحس هدول الضيعة فيهم حياة أكتر من الضيعة تبعتنا؟ يعني مثلا مثل الضيعة تبعتنا ما فيها لا بقالة ولا كافيه ولا مطعم. لأنه هدول أكبر وجهة سياحية. بحس فيهم حياة حتى أكتر من عنا. ما أحلى شلون صاير منظر الشجر. عجبوه هيك لونه ولا لأني فصل الخريف؟ ما لقينا زيتون، ما رجعنا ايدنا فاضية، جبنا عسل. طبعا هلأ هون بعد مشوار ساعتين ساعتين ونص على أمل إنه نلاقي زيتون، ما لقينا. إنه خلص يعني خلينا نروح على المدينة، لازمني شوية أغراض من السوبر ماركت، وكمان بدنا نمر على العربي نجيب خبز. بما إنه يعني اليوم طلعنا من البيت فبكرة ما في طلعة، نجيب الأغراض اللي لازمتنا ونرجع على البيت. شايفين منظر السماء؟ ما شاء الله لوحة فنية عن جد، يعني كانت الأجواء بتجنن. على فكرة بتضيع كلياتها أبرد من المدينة. يعني لما منوصل المدينة بتحسوا إذا فاتحين شباك السيارة ما بتتحملوا، لازم تسكروا لأنه نسمات الهواء اللي عم تجي باردة، بينما بتضيع لا الجو كتير أبرد يعني. وبس بدي أذكركم يا حلوين، إذا كنتوا أول مرة عم تحضروا فيديوهاتي وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة، فضلا ليس أمرا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي. وأصدقائنا وحبايب قلبي الموجودين بالقناة بتمنى منكم ما تنسوني من لايك والتعليق. خلي لي إياكم جميعا، وشكرا لكم على كلامكم وتعليقاتكم يلي بتفرح القلب. على أساس والله كان الوعد إنه اليوم نصور فيديو يعني، وشفتوا إنه على أساس بنوتي بدها تساوي الحلا يعني تبع يوم السبت. بس والله لعينكم جبنا الكنافة وجبنا القشطة. إن شاء الله رح ينزل بفيديو بكرة. مو قلت لكم إنه والله كنت هيك يعني ماني ناوية أصور هاليومين، فكان تصويرنا لليوم يعني هيك سريع. ودائما الشي السريع واللي بيكون ما واحد مخطط له بيطلع حلو. فإن شاء الله فيديو اليوم يكون هيك حلو وعلى ذوقكم. وبناء على طلب أغلب الصبايا بيكتبوا لي إنه صوري لنا لما بتطلعي، فحبيت شارككم هذا الفيديو. فإن شاء الله بفيديو بكرة رح ينزل الحلا. بس هلأ هذا الحلا يوم السبت أنا مساويته، إن شاء الله السبت الجاي بنتي بتساوي لكم الحلا. هلأ هذا السوبر ماركت اللي فتنا عليه وقلت لكم إنه شافوني عم بصور ما حكوا شي، فأخذت راحتي يعني وصورت لكم. ما شاء الله نازل البرتقال، اليوسفي، المانجا أو الكاكا أو الخرمة، يعني الفواكه الشتوية نزلت. حتى الأفوكادو بلشت أسعاره تنزل. هلا هذا السوبر ماركت اللي شفنا فيه الزيتون والزيت، على فكرة يعني نحن خلصنا شراء ونحن عم نحاسب على الكاشير لحتى انتبهنا على زيت الزيتون والزيتون.
فهون سألناها يعني قالت إنه خلص الموسم. شفتوا مطربان الزيتون يعني عن جد صغير وسعره كتير غالي. نطلع الحمام. اوكي. لا تروحي. خرجتومه. هلا هون بقى خلصنا مشاويرنا كلياتهم. هلا للأمانة فتنا على المول، بس بتعرفوا مجرد ما انكم تفوتوا على محل ملابس بيقول لكم ممنوع التصوير. فتنا والله تسوقنا شوية ملابس شتوية إلي لبنتي للشباب كلياتنا. إذا بتحبوا يعني وبدكم كتبولي لحتى فرجيكم مشترياتنا إن شاء الله بالفيديو الجاي. هلا هون خلصنا كل أمورنا وشفتوا ما شاء الله صارت الدنيا نص ليل يعني. هلا هي بتصير نص ليل بس لسه بتكون الساعة 6. جبنا مشترياتنا ورجعنا على البيت. وأخيرا لقينا الكنز. ما قلت لكم رحلة البحث عن الكنز على قول جوزي، أنا قلت رحلة البحث عن الزيتون. وأخيرا لقينا الزيتون. هلأ للأمانة الزيتونات اللي لقيناها هون يعني من بين كمية الزيتون الموجودة هدول اللي قدرنا ننقيهم، الباقيين كلهم بيكونوا مضروبين أو صاير لونهم على أسود. يعني هو مو أسود والله، لو أسود كان جبتهم وعملتهم زيتون أسود أو عطون يعني، بس هيك صايرين إنه لونين. فنقيت هاي الكمية إني دقة يعني ساوية إنه زيتون مكسر، مع إنه الولاد قالوا لي لأ ساوينا إياها مكلس يعني. فلونن شوي عيطي على أحمر منن يعني مو كلون. ما بعرف إذا بيتكلسوا معاي أو نوعه بيتكلس أو ما بيتكلس. بقى هلأ بدنا نصور للماما ونبعت لها نسأل إذا بيتكلس أو لا، وبعدين بقى بنقرر نحن والشعب اللي عنا نكلس أو ننكسر. هلأ الكمية اللي جبتها تقريبا بتطلع 3 أو 3.5 يعني، ما لقيت أكتر من هيك، بس يلا مناح. والله أنا كتير جاي على بالي يعني إني ساويين مكسرات، قلت هيك تازيات وبيطلعوا كتير طيبين بقى ما بعرف. كمان شفت في كوسة وباذنجان خرج محاشي، قلت خليني يجيبون نمشي فيهم يومين ويبقى بعد فترة منجيب ملفوف ومنساوي محشي ملفوف. بس والله جبت هيك شوية فواكه وشوية أغراض من السوبر ماركت وبس. لهون بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته. إن شاء الله يا رب يكون فيديو اليوم خفيف ولطيف وعلى ذوقكم، وانتظروني إن شاء الله بفيديو جديد. راح نحضر الكنافة مع بعض وراح يكون روتيننا ليوم الأحد بإذن الله. وإن شاء الله بشوفكم فيديو جديد وروتين جديد على خير وهداة بال.